طبعا يعني فرحنا، لكن الفرحه كانت يعني مخنوقه مش زي كل مره. مستر مانويل جوزيه وحضرتك كلمتوا كابتن حسام بعد المباراه وهنتوه يا كابتن احمد؟ كان برضه بالمناسبه ديت ان شاء الله باعتين يعني طبعا يعني كابتن حسام سافر كندا وانا طبعا بعت رسائل SMS لكل الجهاز، يوسف والسيد والحسام وكل الجهاز الطارئ وكلهم. وبكره رايح لهم ورد مننا للنادي الاهلي بتهنئه خاصه لمستر مانويل والجهاز كله واوسكار وبيدرو وفيدالجو وانا وكل الناس، حتى المساعد الايراني اللي معانا يعني برضه شارك وبعتنا الورد. ان شاء الله نروح على اوضه الكل بكره ان شاء الله في النادي الاهلي تهنئه من الجهاز البيروزي الايراني للجهاز النادي الاهلي. النادي الاهلي سبق للنادي الاهلي والحالي البيروزي للنادي الاهلي بتهنئته بالبطوله، وان شاء الله يكون كمان برضه حاجه لازم تتقال ان اليابان بترسم صوره جديده جدا للفرقه. علي صوتك تاني يا كابتن احمد، معلش الصوت بيروح معلش. في اليابان ان شاء الله تبقى. انت بتتكلم من السماعه يا كابتن احمد ولا ايه؟ انا بتكلم من التليفون عادي. طيب ماشي اتفضل. فبقول المباريات في اليابان تدي انطباع عن الكوره في مصر طبعا. يعني ازاي الناس تشوف مصر في صوره النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن احمد، مستر مانويل عندك في البيت مع فيدالجو واوسكار بتتفرجوا على ماتش ريال مدريد النهارده؟ انا عندي بيدرو وفيدالجو دلوقتي اللي موجودين عندي.